إذا ما الفائدة اليوم أن يكون المرابط أساسي ويلعب المباراة كاملة؟ شنو استفدنا؟ ماذا استفدنا؟ هل لعبنا احنا أمام الأرجنتين؟ هل لعبنا مع كوت ديفوار؟ هل لعبنا مع مصر؟ هل لعبنا مع السنغال؟ احنا لعبنا مع فريق ترتيبه 149 عالميا. راه لازم نوقفوا شويه ونجلسوا ونقولوا احنا مع من لعبنا 149 عالميا، وهناك منتخبات ودول راه ربما سمعتوا بها لأول مرة. جزر سليمان، إيل سولومون، تحت المرتبة أفضل من لوسوتو. أنتيغوا تحت مرتبة أفضل من لوسوتو. 149 عالميا كيلعب مع واحد 13 عالمي. لازم نوضعوا نفوسنا ونحطوا الفريق اللي لعبنا معاه في كفة ونحطوا راسنا في كفة ثانية. إذا هذا الفريق ما كيسوى ولا شيء. علاش اليوم ما نعطيش فرصة للترغالين إلى جانب الخنوس؟ وأنا استغربت كيفاش أنه يدخل الخنوس في وقت متأخر. المفروض خنوس والصيبري يبداو المباراة. إذا كان، وقلتها البارح، إذا كان الخنوس اللي لعب كأس العالم وكان في قطر في عامين ما خرجنا منه والو، راه مشكلة. إذا احنا ما قدرناش نردوا منه لاعب أساسي راه مشكلة. هذاك المشكلة ديال المداورة يتكلم على أحد الأخوان حسن بوعبيد. المداورة يجب أن تكون، لأن ملي كنلعبوا مسابقة نحتاج إلى دكة البدلاء. ونعطيكم في كأس العالم كيف نهينا كأس العالم كمدافعين. شاهدنا بأن نايف أجرت أصيب، شاهدنا بأن مزراوي أصيب، شاهدنا بأن رومان سايس أصيب، والمرابط كان بحقن باش لعب باش نهينا كأس العالم. الدورات تحتاج إلى الرصيد البشري الكامل كامل. أنا لما ندخل خنوس أو ندخل الصيبري باش يلعب لي شوط، المفروض أنه يبدأ المباراة. نعطي لنفسي إمكانية أن نحكم عليه في مباراة كاملة، ونخليه يكون عندي خيار رقم واحد كلاعب احتياطي. ما يكونش عندي لاعب أنه ممكن أعطيه 20 دقيقة، أعطيه نص مباراة، أو نعطيه 5 دقائق. هذا غادي يمشي به الموضوع اللي هو في غاية الأهمية، وأنا أرجوكم أن تستمعوا جيدا. في المؤتمر الصحفي الذي تحدث فيه وليد الركراكي عن اللائحة، سئل عن آدم ماسينا، وقال بأن آدم ماسينا الآن يلعب في تورينيو كقلب دفاع ويلعب باستمرار. ممتاز. وإحنا كنا نتوقع في المباراة الأولى في الجابون أنه غادي يعطيه فرصة. لا، لعب بحركاس. قلنا أوكي، أعطاه فرصة ثانية لحركاس. اليوم كنا نتوقع أن يبدأ ماسينا إلى جانب أجرت حتى نشاهده ويشاهد الجمهور، ويعرف الجمهور الحالة للاعب، ويعرف لماذا اختاره المدرب وجاء به وأشركه في هذا المكان. وإذا به أن آدم ماسينا بقى على دكة البدلاء، ما لعبش حتى بقات 4 ساعة. ولما دخلوا في 4 ساعة ما شفناش في المكان اللي هو دافع فيه عليه. قال بأنه كيلعب في قلب الدفاع، لعبوه كمدافع أيسر مكان آدم أزنو. ولهذا نحب نفهموا كيف كيفكر هذا الرجل. أنا اعتقدت وفرحت وصفقت له وقلت هو الآن على الطريق الصحيح. وإذا به يمكن أن نطبق عليه المثل: عادت حليمة إلى عادتها القديمة. رجع الأفكار ديالو القديمة. إذا أنت جايب آدم ماسينا، علاش جايبه؟ هذا هو السؤال. علاش جبتيه؟ باش تلعبوه 4 ساعة كمدافع أيسر؟ حنا كنعرفوه كمدافع أيسر، ورينا إياه
وهو في قلب الدفاع مع نايف أجرد. إذا كنت غير مقتنع به ما تعيط ليش. إذا جبتيه باش تلعبوا 4 ساعة في ثاني مباراة راه مشكلة. إذا لازم تبرر للناس اليوم وتقول لهم علاش جبتيه، كما هو الحال بالنسبة لترغالين. هو قاعد معك في المعسكرات التي تقوم بها والرجل لا يشترك، جالس كيتفرج. أو نستعمل العبارة اللي كيقول جاك يشمر المنتخب. أنا حكاية نشم هذا المنتخب ونشوف الأجواء المنتخب ما فهمتهاش. هادو لاعبين محترفين لما كيجيبوا المنتخب كيجيبوا باش يلعب. وانت إذا كنت تفكر بان دي كاس افريقيا راه خصك تتعلم كاس افريقيا الماضيه. ما يمكنش دي كاس في العالم الا اذا كانت لديك دكه بدلاء على مستوى عال وكتقترب من اللاعبين الاساسيين الذين بداوا المباراه. اليوم كنت انا اتمنى تقريبا التشكيلات اعطيتها ان اشاهد المحمدي وذا اشاهد بونو نعرفه، والمحمدي خصها تعطاه فرصه يلعب. امتى كتعطاه فرصه؟ لما كيتصاب ياسين بونو او يشعر بدوخه نقولوا اوكي دخل، خليه يولف يلعب مع اللعابه. كذا غادي يقول لك لا راه كيلعب معهم في التدريبات ماشي مباراه رسميه. ولهذا كنت كنقول بانه يجب ان يكون مزربي في اليمين قبل ما يتعرف الخبر ديال الاتفاق مع باريس سان جيرمان، ونعطيو ازنو فرصه باش يلعب اساسي ولعب اساسي، وناخذ اجرد لكي يحمي ادم ماسينا. وكنت كننتظر ان ادم ماسينا هو اللي غادي يكون اساسي، واذا به حركاس. انت جربتي حركاس مباراتين، شنو الاستفاده اللي غتستافد مع فريق في المركز 49 بعد 100 في العالم؟ ما وصلوش المرمى مره واحده في نهايه المباراه. في وسط الميدان استغربت انا اعاد نفس وسط ميدان المباراه في الجابون على هذوك اللعابه اللي مشاو داروا 6 ساعات الطياره، ما عطيتهمش فرصه انه يستردوا الانفاس وتعطي فرصه للاعبين في وسط الميدان يلعبوا. ترغالين، خنوس، وممكن ان تشرك لاعب اخر معهم، ممكن يكون ربما حتى اللاعب السيبر لما لا. في الهجوم كان طبيعي انه يبدا ابراهيمي، وانا قلت انه حيبدا ابراهيمي وابراهيم دياز، لانه يحتاج اكثر ان يكون مع المنتخب، لانه محتاج انه يحتضن. وقلناها بانه جاء كان يبحث عن الحب، عن الصدر والحضن الذي يحتضنه. خيبات الامل مع المنتخب الاسباني اعطاته انه يجي للمنتخب المغربي.